السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 من اخر فيديو نزلته. انا عارفة ان انا طولت بس يلا مش مشكلة، كان عندي ظروف الحمد لله على كل حال. بس عايزاكم بقى تشجيعات كتير 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 قد الدنيا على الفيديو ده عشان اتشجع كده وانزل لكم كل يوم فيديو، لان النفسية مش احسن حاجة. المهم كده ابدأ بقى معاكم الفيديو. هنا كنت بحمر بصلة، حطيت زيت وقطعت البصلة قطع صغيرة. لو يعني الافضل ان انتي تبشريها بالمبشرة، تمام، وتحطيها تتحمر كده. اول ما تدخل على سوا اديها رشة سكر. تعملي ايه يا ام محمد؟ خليكم معايا في الفيديو وان شاء الله تعرفوا انا بعمل ايه. وهتحطي وهتنزلي بقى كده بالطماطم. اول ما تتحمر انا بحبها تاخد لون عشان تدي للصلصة لون كده حلو. طبعا كنت فارمة معايا طماطم. هنا يعني محطتش طماطم كتير. يعني مثلا اقول لكم ايه، عارفين؟ بصوا، هي البطاطس المطبوخة عامة مش بتحب الطماطم كتير. يعني كل ما تقللي في التسبيكة كل ما بيطلع طعمها ايه حلو. فاهمين؟ اي نوع طبايخ ما تكتريش الصلصة وهي تطلع طعمها تحفة. هنا بقى معايا البطاطس، محدش يستغرب ان انا بقطعها كبيرة، بس احنا عندنا بنحبها كده. قطعتها ايه يعني، ولا هي اللي كبيرة اوي ولا هي اللي صغيرة. المهم ان هي كلها، لو هتقطعها كبيرة تبقى كلها نفس الحجم، لو هتقطعها صغيرة تبقى كلها نفس الحجم. هنا بقى خلاص التسبيكة كانت مقربة تسبك معايا، نزلت ملح وكمون فلفل اسود. لو عندك مثلا بابريكا حطي، انا ما بحبش احطها، لقيت التسبيكة حلوة يعني مش محتاجة حاجة يعني بابريكا ولا حاجة. حطيت مكعب ماجي واسيبها تتسبك على الاخر خالص. تمام، اول ما تتسبك هنزل بقى. بصوا معايا الشوربة بتاعتي تحفة، نظيفة كده وحاجة تفتح النفس. هنا بقى كنت بعمل ايه، بعمل الملوخية بتاعتي. ماشي، هحط الحلة، احط فيها شوية زيت، معايا 5 6 فصوص كده توم، هرساهم او دقاهم في الهون. اول ما الزيت يسخن هنزل بيهم، هياخدوا لون حلو كده. معايا 2 طماطم، يعني 2 حباية طماطم، ماشي، عصرهم في الخلاط هنزل بيهم. اول ما ياخدوا معايا اللون الذهبي الحلو ده هروح نازله بيهم يتسبكوا. خلينا مع بعضينا. محدش يستغرب، الملوخيه الناشفه بتتعمل كده، عشان محدش يقول لي لا مش بيتحط لها صلصه، مش لا، هي الملوخيه الناشفه بتتعمل كده وبيبقى طعمها تحفه. هنا بقى الصلصه بتاعت البطاطس لسه محتاجه شويه. وهنا بقى الصلصة بتاعت الملوخية حطيت لها مكعب ماجي، وحطيت لها شوية كزبرة وشوية كمون بس. هتتسبك معايا، هروح نازله عليها بايه، بالشوربة. انا معرفتش اجيبها معاكم في الفيديو وانا بحط الملوخية، بس هي انتي بتحطي الشوربة وبتخليها تغلي، الشوربة بتاعتها تغلي، وبعد ما تغلي تروحي ايه، نازله بالملوخية. تطفي اول ما تنزلي بالملوخية تطفي على طول عشان الملوخية ما تسقطش منك. تمام، هنا بقى احط الشوربة. تحطي الشوربة على حسب، يعني انتي ممكن لو خايفة مثلا الشوربة تطلع كتير والملوخية عندك الملوخية قليلة، حطي طبق وبعد كده ابقى زودي براحتك. انا هنا اول ما بتغلي بروح نازلة بالملوخية. هتلاقوني هنا عمالة اجيب الحلة شمال ويميني شمال ويمين، عايزة اخلص باي شكل من الاشكال. بس بقى ايه، هنا بقى البطاطس غسلتها وهنزل بقى فيها في التسبيكة كده. هنا كانت اتسبكت خلاص. هقلبها وانزل بقى عليها بالشوربة، طعمها تحفة. بصوا البطاطس يعني اول ما بنزل بالشوربة كده بتاخد معايا كام غلوة كده، يعني مثلا ايه، قيمة 5 دقايق غليان، وبروح بخليها متغطية واروح راكناها بالغطا بتاعها على جنب عشان تكمل سواها وتطلع، مش
مهروسة مني ولا مطبوخة كده طبيخ كلها، لأ تطلع الحباية بحبايتها كده ومستوية، ومش باكتر الشوربة، يعني الشوربة تبقى على قد البطاطس بالضبط. هتاخد معايا كام غلوة وهاشيلها. هانزل هنا بقى هاعمل رز حبة وحبة، مش يعني تسموه زي ما تسموه حبة وحبة. المهم خلينا معايا، لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تحطي اللايك القمر، لو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي، وكومنت حلو منك كده عشان اتشجع واكمل. انا بصراحة مش لاقي تشجيع خالص. لعله خير. هنا بقى حطيت الزيت سخن معايا. بصوا ده معايا كيلو ونص رز، معلقتين من المعالق الكبيرة دي، معلقتين بس، وبحمرهم تحمير كويس، يعني بياخدوا معايا لون حلو كده. يتحمروا يتحمروا. هنزل بقى معايا الرز غسلاه ومصفياه، هروح نازله بقى بالرز. على فكرة هو لونه مغمق شوية عن اللي في الصورة، يعني هنا في الصورة اصفر فاتح، هو في الطبيعي بيبقى اصفر غامق عن كده، بحيث ان انا لما اقلبه واحط له الشوربة بتاعته ما يفتحش قوي. وبتقلبي الرز كده لحد ما يتشمع كله، بفضل اقلب فيه كده حوالي مثلا 7 دقايق لحد ما يتشمع كله كده نفس التشميع، واروح نازله بقى عليه شويه ملح وانزل عليه بالشوربه، وتاكلي احلى شويه رز صدقوني. هنا بقى شويه الملح وهقلب، هفضل اقلب كده. وهنا بقى كنت حطيت الشوربه. شوربه بصوا انا بخلي الرز نفس البطاطس يغلي ويبقى طالع نص سوا. بصوا بقى معايا البطاطس، لون البطاطس حمرا كده وحاجه تحفه. هنا بقى بصوا يعني ما كانش في حد في البيت، فكنت بحط لنفسي انا بس، ما كانش في حد خالص، كله كل وطلع، لان ما عرفتش اصور معاكم، بس قلت بقى اكمل معاكم الفيديو. شوفوا الرز مقرب يخلص، مش مشكلة. هنا بقى احط الرز والملوخية. ومع السلامة، يا رب الفيديو يعجبكم يا رب. دي الملوخية، واحط بقى يا رب